أكيد الساحة العربية فيها معلقين كتار متميزين. أنا غادي نعرض لك مجموعة من المعلقين، مجموعة من المعلقين، وبغيتك تقول لي الأفضل. شوف، وبلا انتماءات. لا بتجرد. هذا مغربي، هذا لا بتجرد. احنا كنهضروا على ما هو مهني بحت. واخا. عندنا محمد البلوشي وفارس عوض. بلوشي وفارس عوض. فارس عوض دون مناقشة. إذن فارس عوض كيقصي محمد البلوشي. مع احترامي البلوشي جميل جدا ويحب المغرب، وكان تعليق رائع فيما يخص مباريات المنتخب في المونديال، ولكن وذول ما يرسبكت عنده أخطاء لغوية كارثية. المجرور يرفع، ويعني بزاف الحوايج، وخا زوين، ولكن فارس عنده ثراء في القاموس وينوع الإيقاع بطريقة خيالية من مكان إلى مكان، ويستطيع الاجتهاد بخلق مصطلحات تصلح لتلك الصورة ويكون متفرد فيها. أوكي. إذن فارس عوض هو الاختيار ديالك. غنشوفوا مع من غيتنافس. فارس عوض، علي محمد علي المعلق المصري. فارس عوض. كنظن أن أحلك اللهجة المصرية مع احترامي لها، يعني ممكن في التعليق من خرجوا كاين معلقين على أعلى مستوى، ولكن يعني اختاروا إيقاع ماشي المدرسة اللاتينية مثلا اللي فيها حماس وسرعة في الكلام، فهمتي، وفيها بعض الإيقاعات واللازمات كما كنقولوا. علي محمد علي على ما أعتقد هو رئيس قسم المعلقين في بين سبور، يعني عنده منصب حتى إداري إن بقي. أنا كان أقل أنه كان فيها، لكن وكيل المصريين هادئين. أما هذا عنده حمولة ثقافية رائعة جدا، علي محمد علي، ولكن طريقة ويمكن لهجة كنوفل ربما كمشاهد وكمتابع نفضل فارس. إذن فارس عوض لحد الآن مازال كيقصنا في المعلقين الرياضيين، وغنشوفوا هذه المرة مع من غادي يتنافس. مزيانة انت واخا يكون جبل من طين خاص، طبعا فارس يمشي. والله دابا بصراحه كمعلق لا ما كيعجبنيش، ما كيعجبكش. اذا حتى جيد وكاين اللي كيبغي داكشي ديال، ولكن انا كنوفل لا ما قول لي واخا يتنافس معايا غتختارني انا في التعليق الرئاسي. لا نكون موضوعي ولكن لا. اوكي. اذا فارس افضل. ولا بغيتي نجبد لك يعني ما هو مهني، غندير له غير بال، عندي القدره توعد اخطاء بالنسبه لي. تحتاج 2 حلقات ما بلاش. واضحه. اذا حافظ دراجي مستبعد شكلا ومضمونا، وكيبقى معنا فارس عوض اللي غادي يتنافس مع رؤوف خليف. سيطير فارس عوض يبقى رؤوف خليف. إذن رؤوف خبرة وتمكن وثقافة عالية جدا وإيقاع متنوع. حتى نقول لك واحد الحاجة، المصطلح الحقيقي للمعلق الرياضي هو الواصف ماشي المعلق. فرؤوف واصف جيد وممتاز وثقافة عالية وخبرة في الميادين تفوق خبرة منافسه بسنوات طويلة، بالتالي أكيد هو رؤوف خليف. إذن رؤوف خليف هو الاختيار ديال نوفل، ورؤوف غادي يتنافس هذه المرة مع المعلق المغربي جواد بادة. لو سألت جواد نفسه قلت له أنت أم رؤوف خليف سيقول لك رؤوف خليف. رؤوف خليف. إذن رؤوف خليف. وآخر صورة غادي تنافس مع رؤوف خليف هي لي المعلق التونسي عصام الشوالي. عصام، أنا التقيت عصام كذا مرة ومهم، وأتابعه منذ زمن بعيد من أيام عمان. هنا كان يعمل في الART، يعلق على المباريات، وأعتقد أنه يعني كيش كيقولوا نهفة من نهفات الزمان. يعني وإن كان معلق رياضي بالصدفة، كان في البدايات في تونس، ولكنه بنى لنفسه مجد من الصعب بمكان أن يصل إليه أحد.